السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي جديدة على قناتي. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير وكذلك في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله دائما فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي. كنتمنى انكم اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة فما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو، كذلك تفعلوا خاصية الجرس باش هكذا توصلوا بكل جديد فيديوهاتي. وايضا ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو، تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد من المشاهدات. فكيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غنحضر معكم قراشل مالحين وحارين، كيجيو هائلين في المذاق وكذلك في الشكل، كيجيو مقرمشين ولذيذين بمقادير اللي هي بسيطه وكيخرجوا كميه وفيره. كما كتشوفوا معايا واز اتاي كيجيو هائلين بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم المذاق ديال الحرور، او لا يمكن لكم تنسموهم باي حاجه كتحبوها نتوما على حسب الذوق ديالكم. خليكم مع المكونات وكذلك طريقه التحضير. فكما كتشوفوا معايا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا المكونات اللي هي بسيطه جدا. غادي نحتاجوا الجوج ديال المعالق كبار ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، جوج ديال المعالق كبار. غادي نحتاجوا كذلك المعلقه كبيره من القزبر والمعدنوس مقطعين لقطع صغيره. غادي نحتاجوا الملعقه كبيره من الهريسه، او يمكن لكم تعوضوها بالسودانيه. فبالنسبه للهريسه او السودانيه كتبقى على حسب الذوق. غادي نحتاجو كذلك الملعقه كبيره من السكر سنيده. غادي نحتاجو الملعقه كبيره من المسترد او الخردل. غادي نحتاجو الملعقه كبيره من التحميره او البابريكا. غادي نحتاجو الملح، بالنسبه للملح ملعقه صغيره ممتلئه جيدا وكيبقى على حسب الذوق. غادي نحتاجو كذلك الملعقه الصغيره من الابزار او الفلفل الاسود او الابزار. فبالنسبه للفلفل الاسود كذلك يبقى على حسب الذوق، على حسب الحروره اللي بغيتو تكون في هذا الفقاس هذا. غادي نحتاج كذلك 50 غرام من الجبن الاحمر، الفرماج الاحمر. يمكن لكم تستغنوا عليه ويمكن لكم ما تضيفوش، فهو كيبقى اختياري، او يمكن لكم تعوضوه بالضامه ديال البنه من الذوق ديالكم الخاص. انا ما غاديش نستعملها، انا غادي نستعمل فقط الجبن الاحمر. غادي نحتاجو كذلك البيضه كامله، وغادي نحتاجو الكأس صغير من الزيت غير ممتلئ زيت الزيتون. فبالنسبه للقريشلات ضروري انكم تعملوا فيهم زيت الزيتون. غادي نحتاج كذلك الساشي من خميره الحلويات 8 غرام. يمكن لكم تستعملوا خميره الخبز فقط، انا هنا استعملت خميره الحلويات. غادي نحتاج كذلك الملعقه كبيره من الخل. انا غادي نضيف بضع قطرات من الخل تقريبا قياس ديال الملعقه كبيره. وغادي نحتاج الدقيق الخاص بالحلويات، دقيق الفورس او الفارينه، انا هنا عندي مغربل من قبل. بالنسبه للدقيق فكيبقى على حسب الخليط وكذلك على حسب التشرب ديال الدقيق، فما غاديش نقول لكم الكميه ديال الدقيق اللي استعملت، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فكانوا هما المقادير. ندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. نخلط هاد المكونات كلها مع بعضها. كما كتشوفوا غادي نضيف زيت الزيتون، كاس صغير مع مرش من زيت الزيتون. غادي نضيف كذلك بيضة كاملة، صفر ديال البيض وكذلك البيض ديال البيض. غادي نضيفوا لهاد المكونات. غادي نضيف الخل، بالنسبه للخل تقريبا ملعقه كبيره من الخل. فبالنسبه للخل فكيعطي واحد القرمشه لهاد القريشلات، كيجيو رائعين وكذلك كيحيد لنا الرائحه ديال البيض اللي كتكون مجهده. فغادي ندمج الان المكونات مع بعضها مزيان. فكما كتشوفوا معايا كانوا هادو هما المكونات. غادي ندمج هاد المكونات مزيان مع بعضها. غادي نحاول ندخل هاد الجبن الاحمر وكذلك الزبده في هاد المكونات. كما كتشوفوا غادي نحاول ندوب الزبده في هاد الخليط. حاولوا تمعكوها مزيان بيديكم. يمكن لكم تستعملوا الآلة العجين
او ممكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي باش تدمجوا هاد المكونات مع بعضها. فبالنسبه لهاد المكونات فما كتحتاج يعني شي مجهود اللي هو كبير. غادي نحاول ندخلها فقط باليد ديالي مزيان، نحاول ندوب هاد الزبده في هاد الخليط هذا مزيان، وكذلك الجبن الاحمر باش ما يبقاش ليا هاد الحبيبات ديال الزبده وكذلك الجبن الاحمر. ملي نجمع العجينه يعني يعطيني عجين اللي هو متجانس. غادي نضيف خميره الحلويات من وزن 8 غرام بيكين باودر، وغادي ندمج هاد المكونات مره اخرى مزيان مع بعضها. وغادي نبدا باضافه الدقيق تدريجيا، ما تضيفوش الدقيق دفعه واحده باش ما يجيكمش الخليط او العجينه قاصحه. بقاو تضيفوا الدقيق بالتدريج حتى تجمع لكم العجينه ديالكم وتحصلوا على خليط اللي هو متجانس. وقصحوش العجينه، يعني ضيفوا الدقيق بالتدريج حتى تبان لكم العجينه تجمعات يعني وما كتلصقش في اليد. فهذا هو القوام ديالها. فكما كتشوفوا غنحاول نعجن العجينه ديالي مزيان مزيان وندخل الدقيق في هذا الخليط هذا وندلكها مزيان كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا غندلكها واحد شويه باش تنسجم ليا العجينه ديالي مزيان. فكما كتشوفوا فهي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها وحصلت على خليط اللي هو متجانس وكذلك متماسك. كما كتشوفوا غادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 10 ديال الدقائق غير ترتاح ليا شويه. وغادي نبدا نقسمها لكويرات صغيره وغادي نحربلها على شكل عصيات بحال الشكل ديال الفقاس، ولكن يكونوا حريبلات صغيورين باش يجيكم الفقاس صغيور. او لا يمكن لكم تشكلوا هذا العجين بالطابع اللي بغيتو نتوما او اللي كتحبوه، طابع صغير ديال القريشلات. او لا يمكن لكم تعملوهم هكذا يعني بلا تمره، يعني غتعملوهم في قيقسات اللي كيطلعوا دغيا وكيجيو كذلك مقرمشين في المذاق. فكما كتشوفوا غادي تشكلوهم عصيات بهذا الشكل هذا حتى تكملوا جميع كميات العجين اللي عندكم. فكما كتشوفوا معايا هنا عندي صفيحه ديال الفرن غادي ندهنها بالزيت، وغادي نبدا نشكل العجين ديالي على شكل حريبلات. كما كتشوفوا حريبلات صغيورين باش يجيني الفقاس صغيور. فغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي جميع كميات العجين اللي عندي ونرجع معكم. فكما كتشوفوا معايا من بعد ما شكلت جميع العجين اللي عندي على شكل حريبلات كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، الان غادي ندخلوه الفرن على درجه حراره ديال 200 درجه على فرن اللي انا سخنته من قبل. غادي نشعل عليهم فقط الاسفل، ما غاديش نشعل الاعلى، وغادي نطيبهم غير نصف طيبه، ما تخليوهمش يطيبوا بزاف باش ما يجيوكمش قاصحين ويخسر ليهم الشكل ديالهم. يعني غير جمعوا راسهم شويه وتزولوهم باش ما يجيوكمش قاصحين ويبداو يتهرسوا لكم ملي تبداو تقطعوا فيهم. فكما كتشوفوا هما من بعد ما طابوا الان غادي نقوم بالتقطيع ديالهم بهذا الشكل هذا على شكل فقاس صغيور. غادي نقطعهم هكذا بالمقص كما كتشوفوا، غنقطع حتى نسالي جميع الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كيجي الشكل ديالهم رائع وكذلك اللون ديالهم رائع جدا، فما كيبانش واضح مع التصوير. فالشكل ديالهم في الواقع كيبانوا رائعين رائعين بزاف. بالنسبه للكاميرا فحيدات لهم يعني اللون ديالهم الاصلي كيبانوا بحيله صفرين، فبالنسبه للون ديالهم فهو كيكون برتقالي مائل الاحمر، كيجيو رائعين بزاف 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 داك اللون ديال التحميره او البابريكا. فكما كتشوفوا انا من بعد ما قطعت جميع الكميه ديال الفقاس اللي عندي غادي ندخلهم الفرن باش هكذا يتحمروا واحد شويه من الاعلى، وغادي نقلبهم كذلك باش يتحمروا من الجهتين بجوج بحال الشكل ديال الفقاس باش يجيوني مقرمشين ومقرملين. ومن بعد ما يطيبوا غادي نقدمهم معكم في صحن التقديم. فكما كتشوفوا معايا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس الحار والمالح اللي قدمت معكم اليوم، اللي كيجي هائل 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 بزاف. دواز اتاي كيجي زوين 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 بزاف بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم
الطعم او المذاق ديال الحار كيجيو هائلين، وكذلك كيوجدوا لنا دغيا كذلك بمقادير اللي هي بسيطه جدا، احسن من الجاهزين اللي كيتباعوا في الاسواق. هادو كيجيو هائلين بمقادير اللي انت عارفه شنو عملتي فيهم، وكيجيو كذلك رائعين بزاف ومقرمشين بمذاق الحار. فكان هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس اللي حضرت معكم اليوم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انه الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه، وكذلك الضغط على زر الاشتراك اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي، وكذلك ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو، كذلك تبارطاجيو الفيديو باش يوصل اكبر عدد من الناس. شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الزوينه اللي كتحفزني، وكذلك على تعليقاتكم السلبيه. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. نتلاقاو في فيديو جديد وفي وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.